شمس النهار نار غلط. نور الشمس يحرق ذنوب فيه. قبل عبد العزيز مسلم ما كان في مسرح رعب بالعالم. سوى أعظم دخول تاريخ المسرح. ما شاء الله الرجال صار له 29 سنة. مسرح الرعب واحد عبد العزيز مسلم. وايد حاولوا يقلدونه. نفس الأغاني، نفس الموسيقات، نفس الإضاءات، نفس غير. ليش قايل لي على الفيلم؟ كيفي أنا يعني لي يا أخي إيش تبي أنت؟ ماخذها جد. والله إنه ما يخرع. مستحيل انسى شكل المرحوم غانم صالح. انتصار الشراح وحده. تدرون منو اللي يقصد توم ساعة؟ لحظة شنو؟ لحظة شنو؟ شنو؟ شنو هالصوت؟ صوت تكييف عادي. حيل عادي تكييف. انت خفت. بس الأخو ما يتعوض يا أبو خلف، ما يتعوض. قلوبهم سوداء. اخر شيء. مساكم الله بالخير. او مساكم الله بالخير. لا لحظه يبا الصبح الصبح ما وين في الصبح اليوم ليش ما في عندنا صبح؟ شمس النهار نار غلط. نور الشمس يحرق ذنوب فيه. الله يمسيك بالخير بصراحه. يمسيك بالنور شلونك يا هلا. انت؟ والله الحمد لله شو بخير. الأخبار؟ شلون شو اخبارك؟ شو والله حليلك؟ بخير. شنو هذا شعليله هلك؟ خوش اضاءه ما شاء الله. شغليدي ترى ما سوينا شيء. ما سوينا شيء، بس فرينا غيرنا الزاويه بس بس زوم اوت بعد لا تقولوا ما غيرنا زوم اوت، ماخذين زوم اوت قبل رايكم. ايه لايك مبشر كنا وشير. لايك وشير وسبسكرايب. يلا عطهم 3 سبسكرايب. على قول لايك وشير وسبسكرايب. عطهم 3 ثواني يلا يا اخوي تكفى. يلا اشترك ولايك وانشر الحلقه. الحين خليك تابعنا. بس والله يازلي الوضع. يازلك يازلي الوضع. بوك شغل يدي طول عمرك. طايح علي دامبل اليوم على رقبتي. ما تشوف شر. شر الله عليك. يستر علينا من الحلقه. إيه. يقول لك الحلقه اليوم للكبار فقط. الكبار فقط. اي نعم. بلاس 18 ها والله 21 كنا. بس لا بلاس ايش بيشوفون عادي. ان عادي الموضوع. يكون بعلمكم يا جماعه ان اليوم عشان ارتب الاضاءه هذه ارتب الاضاءه هذه اليوم طاحت علي الاضاءه. صح مو الاضاءه الدامبل. لا ثاني شكو الدامبل بالاستديو. بثبت الاضاءه لا تقول لهم كل شيء. بثبت الاضاءه لا تقول لهم بالدامبل اسرارنا. طاح على رقبتي الدامبل بس الحمد لله يا سليمه. والله الحمد لله. يلا الانترو ورادين لكم. مسرح الرعب. بداية ندري ان مسرح الرعب والمعلومة هذه اكيد ان اللي بلشها الاستاذ عبد العزيز مسلم. بس سمعنا اشياء ثانية. سمعت مو سمعت انا شفت اشياء ثانيه. شفنا بس صدق شفتها انا ما كانت رعب صدق والله. شنو كانت؟ ما ادري اسمها خطوات الشيطان. خطوات الشيطان سنة 65. 65. ما اسمان توفيق منصور المنصور خالد العبيد. اي والله اصلا اساميهم مو حق الرعب، تخرع والله. حق دراما فل. اي بس ما ادري تراجيدي. شفتها ما كانت رعب بس يقولون ان هذه اول مسرحية رعب. لكن المعلومة الاكيدة ان اول شخص مسرحية رعب اللي انشأ مسرح الرعب بالعالم هو عبد العزيز مسلم. بالعالم مو بالكويت. قبل عبد العزيز مسلم مع حفظ القاب طبعا الاستاذ الكبير ما كان في مسرح رعب بالعالم. روح شيء كبير والله شيء وايد كبير يعني. سنة مفخرة. سنة كم كانت أول مسرحية؟ أول مسرحية يا محفوظ السلامة. هي مصاص الدماء كانت. مصاص الدماء سنة 95. تبارك الرحمن. وموجود ما شاء الله للحين. 95 موجود للحين. أنت مستوعب؟ هذه المسرحية اللي عقدتني. أي مصاص الدماء شيء. تدري شلون؟ خل أحط لهم مشهد تحت. اخلص. بس خوفك من الكوبي رايت. لا احنا بحط لكم مشهد تحت عشان لا تقولون مدلعينكم. مشهد تحت. خلاص روحوا شوفوها. مسرحية موجودة روحوا شوفوها. لا نحب والله روحوا شوفوها. نحب الحصريات. ما نبي نجازف صح تونا مبلشين ما نبي نجازف بالكوبي رايت. خلاص ارجوك. مسرحية مصاص الدماء هي أول مسرحية رعب وأعظم مسرحية رعب عندي أنا شخصيا. مسرحية تاريخية. أعظم مسرحية رعب. أعظم. في مسرحيات وايد حلوة نذكرها بعدين. دراكولا. نذكرهم بعد شوي. بيت المسكون. نذكرهم بعد شوي. قصر الرعب. نذكرهم بعد شوي. قصر الرعب كلهم بنين لهم. انا متعمد اقول لك قصر الرعب. تبيني احط المشهد؟ ادري وتبي اسمع المشهد. قصر الرعب متاكد يعني مصاص الدماء. مصاص الدماء اعظم مسرحيه رعب شفتها انا، لان مسرحيه صجيه ما راح تلاقي مسرحيه صجيه كثير هذه، خاصه جمال ردهان سوى اعظم دخول تاريخ المسرح. هذه لا خلاف عليها. عقدني يا اعظم دخول تاريخ مسرح الكبار. طبعا انا مشكلتي او غلطه حياتي كلها اللي هي ان انا شفت المسرحيه وانا 3 سنين. 3 سنين؟ كان عمري 3 سنين.
اولا أدري. لا مو انت مالك شغل وما اشتغل فيديو بروحه، بس موجود اشتري. اوجه نداء حق وزاره الداخليه انها تلقي القبض على اهلك، لانه ما يصير تخلون ياهل عمره 3 سنين متعقد لليوم الحين عمره لا وين اليوم اقول لهم لين متى بالضبط سنة. شنو اقول لهم لين متى بالضبط؟ لين متى؟ شفتها وانا عمري 3 سنين المسرحيه 3 سنين 3 سنين اي وتعقدت ليه سن ال 15 سنه ليه 15 سنه وانا متعقد المسرحيه بسبه 12 سنه مو شويه بسبه دخول جمال ردهان. اوه ودي احط الدخول الحين عشان يعرفون الناس انه لا مو عادي، هو اعظم دخول، هو اعظم دخول تاريخ المسرح بالنسبه لي انا والله مستحيل. او بالنسبه لك انت بالنسبه لك انت بعدين توني قايلها قصب اي غصب لانه ما في اقوى منه يعني ما في احلى ما في اقوى منه مو بس الدخول، انا احب المشهد من اوله من اول ما تبلش مسرحيه ليه امل عباس الفرشه حق رحمه الدخول الله عليها لين طلعت مشهد كامل شيء مو طبيعي. احنا ما شاء الله قاعد نسولف عن مصاص الدماء، تو قلنا مصاص الدماء سنه 1995 وانا توني داش السحر الاسود هالسنه سنه 2023 ما شاء الله الريال صار له 29 سنه بمسرح الرعب. هذه الاستمراريه اي والله وما تستمر الا اذا انت ناجح اكيد. صدق انه في يعني ما كانوا كلهم على نفس المستوى بس يظل يعني لانه بروحه. تدري انت خيال النجاح هذا شنو سوى من اعمال يعني خيال 29 سنه هذه؟ لا اعمال تخرع يعني بيت المسكون اي مصاص الدماء والبيت المسكون قصر الرعب والبيت المسكون وتي مصاص دماء والبيت المسكون ومصاص دماء ما راح نخلص. هذا العتب الوحيد هذا العتب الوحيد. اي والله العتب خلينا نأجله حق بعدين عيال نسولف باخر الحلقه دام في اجزاء نأجله بعدين. اي والله لان هذا الشيء الوحيد اللي مأذيني مسرح الرعب. بس تنوع بالاعمال جميل ترى. احنا نتكلم ترى عن المسلم زين الاستاذ عبد العزيز مسلم طبعا 29 سنه بمسرح الرعب يعني اكثر من ربع قرن. بس ترى هو بدايته الفعليه مو من 29 سنه، مسرح السلام كان موجود قبل. من هالو بانكوك. ايوه من هالو بانكوك. فريال مستمر من قبل هالو بانكوك موجود من قبل. لا هو مثل هو صغير. ودي احط اللقطه والله في عندي لقطه وهو صغير صغير مع سعد عبد الله لليوم تبارك الرحمن استمراريه تخرع. وايد حاولوا يقلدون عندك مثل منو خليك جريء وقول اقول لك عادي ناصر بلوشي حاول يقلده بكذا مسرحيه ما قدر يقلده ولا ينافسه في فرق. حسيت انه في روح المسلم بالمسرحيه انه مو خط بروحه يمكن مو شيء جديد لان انت متعود على مسرح الرعب خاص بالمسلم. لا تقدر تغير عادي يعني مو لا تكون نفس الشيء بالضبط يعني حاول تسوي جو ثاني. مثل عندك هم المسرحيه الاخيره مالت فهد البناي حاولوا يقلدونه ارشد راكولا وفشلوا ما نجحوا لان طابع الكوميدي فيه كان اكثر من التراجيديا والرعب بزياده. ايوه خلاص يا جماعه اكتشفنا ان الرعب حق هالشخص هذا حق المسلم. بس ترى يحسب لهم يعني يشكرون على المجهود هذا. مو معناته ان انت ما سوى اعمال زينه يعني مو سيئه يذكر فيشكر بس العمل يبين انك انت مقلد المسلم حتى لو ما كنت ناوي تقلده بس ماخذ من الروح الجو العام نفس جو المسلم. تبي من الاخر قول اي مسرحيه رعب راح تكون موجوده بالمستقبل زين باي وقت حلو راح تقارن بالمسلم وراح تنسب حق عبد العزيز مسلم. ليش؟ لان احنا تعودنا ان مسرح الرعب واحد عبد العزيز مسلم. حلو انا معك. هل مسرحيات الكوميديا كامله نفس مسرحيات طارق العلي؟ طبعا لا. شفت شلون؟ فانت تقدر تنوع بالكوميديا. انزين مسرحيات الاطفال كلها مثل لا. اغلبها وتغير بس مو كلها نفس الشيء بالضبط. بس انت انا ما عندي مشكله تسوي مسرح رعب بس تحس لما تشوف مسرحيه ماخذه جو صرخه اللي اول شيء تمر بين الجمهور استعراض اوكي اول مشهد بلاي باك هذا المسلم هذا السيستم كامل مسلم ماركته البراند لا حد تبي يسوي لك ثيم كامل يسوي لك شيء بروح. وانت ايش رايك تأيد هالشغله ولا لا؟ انك يغلدون. انا ايدك انه وايد يغلدونه وهالشيء مو حلو يعني. حاول تسوي خط بروحك يا اخي سوي رعب ماكو مشكله عادي. يمكن مو قصدهم سوي رعب يمكن مو قصدهم يغلدون بس متاثرين فيه. تاثروا سوي رعب بس غير يعني. انا ترى امنيتي من زمان مو توني من زمان ان اشوف مسرح رعب غير المسلم. منو شخصيا كان ودي يكون عنده مسرح رعب او يجرب يعني يسوي رعب؟ منو؟ محمد الحملي نوجه تحيه طبعا. كان ودي انه يسوي مسرح رعب. هو سوى اجواء مقاربه لها يعني مسرحيه موجب اللي ما شافها ما يصير ما شفتها ما يصير ما شفتها صار 7 سنين تنعرض مسرحيه ما شفتها فيك مشكله او انت مالك المسرحيه. الاحدب شوي فيها الاحدب ممكن اجواء غريبه هو مع انه ما نعرض بس اذكرها للحين كان في مو انه رعب بس انه فيها. لا خلنا هي موجب اكثر شيء كان فيها يعني قريبه من ثيم الرعب. زين لا ودي يسوي رعب مو قريب منه رعب
لان راح يكون له رؤيه مختلفه. واحنا عارفين الحميلي تبارك رحمه الله، الحميلي لو تمسك اي شيء ينجح فيه. اي ما شاء الله، عارفين انه مخرج ناجح وقوي، فانا ممكن تكون له رؤيه مختلفه موضوع اللي هو الرعب من زاويه ثانيه، مو نفس الثيم، نفس الاغاني، نفس الموسيقات، نفس الاضاءات، نفس غير. فالوحيد اللي ممكن اتفائل انه يسوي شيء رعب قدام محمد الحميلي، وان شاء الله تكون له تجربه بالرعب ان شاء الله باذن الله. صدق بغيت اسالك شنو اكثر مسرحيات متاثر فيها المسرحيات المسلم؟ طبعا قلت انا مساح، قلت اول حلقه مصاص الدماء خلاص للحين. مصاص الدماء عطني غيرها. لا نرجع على مصاص الدماء. تبي غيرها انت؟ لا هذه ما تطوف، هذه مسرحيه ما تطوف. تعقدت من شنو؟ تعقدت، طفولتي راحت. لا تسولف عنها تكفى. ما اقدر ما اتكلم عنها. قاعد ترجف اكثر مسرحيه والله قاعد تبين تبين. زين اكثر مسرحيه يعني اثرت فيني بحياتي خلاص، يعني وايد تحلمت فيه جمال ردهان، وايد ياني بالحلم، حتى بكبير وايد ياني بالحلم. خالتي ام جراح حتى بكبير شلون تهدين ولدك شيء وايد ياني بالحلم جمال ردهان 3 سنين. صار كل ما اشوف احد بعده سوى رعب او مثلا سوى كاركتر رعب يصير فيني انه والله ما يخرع، والله انه ما يخرع، والله العظيم لا والله وايد بحياتي انزين ما حد خرعني كثر جمال ردهان. ردهان. هل هو كان وايد يخرع ولا انه كان عمرك 3 سنين؟ لا كان وايد يخرع، وعيد المسرحيه وشوف انه ما ابتسم. ليه امس شايف؟ شوف في ناس سووا رعب زين وسووا كاركترات رعب كذي، بس تلاقيه لازم يضحك، يقط له افيه، يسوي شغله معينه، رده فعل معينه، يطلع من جو الرعب بافيه او شيء معين. لا ماخذها جد جمال ردهان من اول هو اول شوت طلع مالته من اول مشهد حقه، اول لقطه طلع من بطن شنو يخرع طبعا. قلت بعدين يمكن يدش معاهم جو الكوميديا، يعني خاصه المشهد اللي هو مال علي مفيدي رحمه الله عليه ولا ربع فيه والمسلم، قلت يمكن يكون معاهم، يدش معاهم المشهد هذا ويضحك الناس وكذي، وانه طول المسرحيه انت سيده صدق هذه هل يقول لك طول المسرحيه سيده سالم مستحيل طلعت من بطن الفقير الخاوي. بس صدقني مأثر عليك بزياده انا كان عمرك 3 سنين والله يمكن لان هذه اثرت عليك في لقطه بالمسرحيه انا ما ادري ليش ططيت الحين، خليني اقولها في لقطه بالمسرحيه ما خلص مصاص الدماء، ما راح اخلص قاعدين اللي بعدها اكثر. روح في لقطه بالمسرحيه بنص المسرحيه يطلع من الباب الجانبي على اليمين، اللي من لا على اليسار، اسف يسار يطلع من الباب الجانبي على اليسار واول واحده من الجمهور، في واحده من الجمهور اول واحده يا جماعه شوفوها عدل، الاولى مو شايفتها، كانت شيء قاعده زاويه وطلع من وراها كذي وصعد المسرح. شلون يشرح هو الحين خايف انا كل ما اشوف المشهد هذا اقول رب الكعبه لا تصير فيني بوقتها، يعني بوقتها لو يتبطل الباب الجانبي وانا ما ادري. وقت انت بهالعمر ولا 3 سنين؟ لا يعني صغير مو الحين ما اخاف، راح ارجع عادي. راح اخاف راح ابكي ازيد حافل يعني خايف. المهم فكل ما اشوف هذه اقول ان هذه شلون كانت طبيعيه، لانها مو شايفه جمال ردهان وهو طالع من الباب الجانبي، من وراها طالع. بس يعطيك معلومه وصعد ليه المسرح وهي مو شايفتها. لا اعطيك معلومه شنو؟ هي تدري ان هذا جمال الردهان لانها كبيره وحاط ميك اب بس لا اكثر ولا حتى انا ادري ان هذا جمال ردهان وحاط ميك اب بس اخاف عشان وضعك النفسي وراحتك. المسرحيه الثانيه عطني بسرعه. المسرحيه الثانيه المسرحيه الثانيه قصر الرعب، احبها حيل. طبعا مصاص الدماء ما قلنا شنو قصتها، خلاص الناس تعرفها يعني، او تروح تشوفها بيوتيوب موجوده. قصر الرعب وايد احبها. بدايه ان فيها الراحل غانم الصالح رحمه الله عليه. تدري ايش كثر هذا يعني ايش كثر عزيز على قلبك. وايد احب غانم تدري الحين ما شفت المسرحيه قصر الرعب؟ اي والله عيل تستاهل شغله حصريه، دام انك ما شفت المسرحيه والله ما شفت، تستاهل شغله عشان لما ترجع البيت تشوف المسرحيه هذه. انت ما تدري صح ولا لا؟ قول عطني. بعطيك شغله لازم اوريها الناس قبلك. يلا خليكم معي يا جماعه. شيء المسرحيه لا مو شيء المسرحيه، شيء يخص العمل هذا او يخص الشخص هذا. غانم الصالح. يلا الله هذه يا جماعه شوفوها. الله عطني عندك هذه الكاميرا عليك. شوف الكاميرا الثانيه عطني يمكن كذي اوضح. عطني بس اللي ما ادري. يلا هذه عندي اياها من سنين. كم سنه يعني؟ سنه يعني شنو سنه؟ كم من متى؟ انا ماخذها من غانم الصالح. والله سوبر. تقدر تقص على الناس. لا اذا حاسين انك كذاب عطوا لايك وشير وسبسكرايب. اصلا ما كان فيها اكونتات. هذه عندي اياها من سنين يا جماعه، لان انا وايد احب غانم الصالح، وايد احب غانم الصالح. وايد حلوه والله. نرجع حق المسرحيه هذه ما نقدر احتفظ فيها لانه وايد غاليه علي، وترد لي اياها عادي.
لا ما راح اعرض لك اياها. انزين طول عمرك انت كريم وانا استاهل. ايه حبيبي طول عمرك الله يحفظك. ما تلبس احنا هايين صدق يا وسام على الصدر. تبارك الرحمن سوبر. واي اكونت مسوي لك نقدر نسوي سبونسر ولا؟ حلو بس من ناسي شنو الاكونت. اكيد لان هو معطيك اياها يا تو قايل لك تفضل. زين نرجع حق المسرحيه يا جماعه. المسرحيه تتكلم عن صراع الاخوان على الورث ما بعد وفاه الابو باختصار كامل يعني. عرفت شلون الشديد. احرقها عادي وايد تصير مسلسلات. احرقها عليهم. ذبحت انت كل حلقه تقول انا قاعد احرق شيء. تبي العالم انت شنو تبي العالم تشوف المسرحيه خلينا نشوفها قاعد اقول لهم قصه ولا تبي العالم تسمع منك وبس تسكر. تبي تحرق انت الثاني يا جماعه كل حلقه انا قاعد احرق كل حلقه انا احرق. تدرون كل ما يسولف لي عن فيلم ولا مسرحيه يعطيني النهايه. صراع الاخوان على الورث بعد وفاه الابو. فشوفوا احداث المسرحيه وشوفوا غانم الصالح شنو سووا بالمسرحيه. طبعا المشهد الماستر الاسطوره اي مشهد تبي مثل المشهد ترى حافظه بالنص بالحوار كامل. اتحداك احلف والله. وين مثلته؟ ماكو عايش. انا اخاف امثل الحين ياخذوني رمضان ما تقول وين حلقاتنا ما عندي وقت اصور. يبي اي فرصه. اسمع 3 2 1 لا اصدق انت شنو والله روح قول لهم يا ابو خلف قول لهم ما بيصير بعيالي اللي سويته باخواني يا ابو خلف. يعني مو شايف بس شايف المقطع هذا قاعد تكمل قاعد ابكي يا اخي انا عندي مقطع دقيقتين عندي تليفوني حاضر تبي احطه عشان يصكون قناه. انت الثالثه خليك بالكوبي رايت تكفى. انت الثالثه مسولف لي عنها قال لك تحب ليلة رعب. اي والله. تبي اول شيء ليش يحبها يعني؟ ليش تحبها؟ اول شيء فيها عبد الرحمن العقل. خلاص الو تكفى الو يا جماعه اي احد عنده لاين تكفون دز ولا والله يا جماعه انا احب ليلة رعب تحت رقم بصلوح. احب مسرحيه ليلة رعب لان فيها الاستاذ عبد الرحمن العقل. فاحب المسرحيه هذه بس لا تبي الصج القصه مالتها وايد حلوه اللي هو حياه الانسان بعد الممات وايد قويه. فانت لازم تشتغل على اخرتك باختصار شديد. انا شايف عليك انت اكلمك انت ابو دلال اشتغل على اخرتك ترى مو مضبوط. لا يصلح يصدق الامور طيبه ان شاء الله. طبعا انا احب المسرحيه هذه لان فيها جانب توعوي كبير وفيها قيم دينيه فوايد حلوه حق الناس اللي شوي مو واعيه دينيا. طبعا اي اشتغل على نفسك حق الاخره ما تدري يمكن تموت اليوم يمكن الحين وانت قاعد طالعني. ليش تخرع على هذا؟ انا اعتبرش حق ما يبطل زمن دراكولا. خليتها هل لك. انت مو شايفها انه بالعين شيء زمن دراكولا؟ لا انت قاعد عظيمه. لا انا اشوفها من اعظم المسرحيات بتاريخ المسرح الكويتي. ليش اعظم مسرحيه؟ خدع حوارات اوكي ممثلين اللي فيها اوكي ترى فيها كان وايد كوميديا بس هم وايد جد فيها. اختلف معك بشغله. شنو تختلف معي؟ هذه اقل مسرحيه فيها كوميديا. لا كان فيها من بعد مصاص الدماء اللي عرضها هو زمن دراكولا. اي عرض كم لقطه شايف انت خلف الكواليس حط اخر شيء نفسنا احنا اخر شيء مو كواليس مو كواليس ايه اللقطات من المسرحيه نفسها ويمكن بس عرض التصوير اللي ما كان فيه وايد كوميديا بس انا كان في وايد كوميديا اللقطات اللي حطها مو بروفات. صدق اول مره اعرف الشغله هذه او اول مره تجي على بالي انه ممكن اوقفهم من التصوير وحطهم اخر شيء. ايوه ما كانت يعني يقلدنا تقريبا بس قبلنا مسويها يمكن ب 20 سنه شو مقلدنا ولا يدري عن اهلنا ايش درى عنا ب 20 سنه بنسوي 27 شلون قلدنا هو ما يدل بيتنا قلدنا شيء. ويمكن اللي حببني زياده بالمسرحيه خل جانب الخدع والتمثيل في الفيديو اللي سواه ما وراء صناعه زمن دراكولا بالتفاصيل شلون اختار المسرح شلون ركب الديكور شلون سووا بروفة الطاوله مع الممثلين. انا هذا يمكن خلاني اتعلق زياده. موجود بيوتيوب ترى تقدرون تشوفونه. استثنائي كان الفيديو هذا والمقطع كامل الوثائق اللي سواه اللي وراه صناعه مسرحيه زمن دراكولا شيء مو طبيعي ومعلق. روحوا شوفوا ما شاء الله شلون كان يحضر وشلون الفكره سنه 98 تعرف ايش كثر عظيم. هذا سبب استمراريته للحين تبارك الله. هذا سبب نجاحه واستمراريته. انت الحين قلت لي عن زمن دراكولا وطبعا ما اختلف معك ولا شيء. كل اللي قلته صح ومسرحيه عظيمه جدا حلوين. بعد غير زمن دراكولا شنو انت ما خلتني شيء اقوله. ليش؟ لان الفرق بيني وبينك بس زمن دراكولا. انا اكثر 3 مسرحيات احبهم زمن دراكولا مصاص الدماء وليلة رعب. ما خليت لي ولا شيء اقوله. الحين شلون بسولف انا برد اعيد نفس اللي قلته بس الفرق بيني وبينك انا ما ارجف من جمال ردهان. وليلة رعب نفسها بالضبط نفس الاشياء اللي اثرت فيك اللي مأثرة فيني. شلون تتكلم عن القيم الدينيه والتفاصيل هذه اللي مأثرة فينا كل شيء. شلون تبيني اسولف يا اخوي انت كل اعدادي بايقه مني. قول لي ثاني مره. لا شنو انسق معاك شنو بايقه منك؟ بايق مني. تخاف من ردهان انت؟ لا انا اخاف من ردهان. هذا انا ما شنو بايق منك؟ بايق مني المسرحيه بكبرها مصاص الدماء. بايق ليلة رعب. شنو بايق مني؟ انزين بايق مني هذا الزرع اللي ورا. شنو
ها فكرتي ها اللي ورا. ارد حق امي الحين، ارد حق امي خليك تقعد تشيل ساده. نار والله. لا حلوه مسويه جو الزرعه يا جماعه، حلو جمانجي والله ابداع ابداع. تبون نزيد الابداع؟ لايك وشير سبسكرايب. سبسكرايب شنو هم؟ لايك وشير وسبسكرايب. طبعا احبهم هذول. بسرعه. الثيم الجديد اعطونا رايكم. حلو الثيم يا جماعه، القى عاد متعوب عليه شغل ايدي. لو اوريكم الدش اللي فوق، حتى لو مو حلو اكتب لنا مو حلو، حتى لو مو حلو عادي. انا بكلام حلو تونا نبلشين، بكلام حلو تكفى، نتقبله بصدر رحب. حتى لو رايك عكس راينا او مو عاجبك اكتب لنا بالتعليقات، لان الاختلاف بالراي شنو يا ابو صلوح؟ اوه لا يفسد الود قضيه. ولا شنو؟ وانت بالدنيا قضيه بس ما تحملها ملف. هذا البراند مالنا. خلينا نخلص سيجنتشر. راح اطبعها هني تحت. خلينا نضيف مسرحيه على المسرحيات الحلوه اللي سواها. بيت المسكون. الله شلون ما تكلمنا عن العمل بس هذا؟ اي بيت مسكون فيهم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 الحين. شوف في حكي على الرابع صح؟ بنتكلم. خلينا نبلش بالانتقادات. لا خلا اخر شيء خلينا نتكلم عن الاولى حلوه خلينا نتكلم عنها. والله العظيم لا شوف انت مهما نحب اعمال عبد العزيز مسلم بس عندنا له عتب كبير وانتقادات ان شاء الله ياخذها بصدر رحب ان شاء الله. اول انتقاد سالفه تكرار واجزاء المسرحيات. انا ما احب دم ضروسي التكرار بس خلاص حلوه هذه. اي والله العظيم نجح اول عمل لا تعيد الجزء الثاني الا اذا كان صدق في قصه ان القصه تتحمل تكمله يعني تكمله. اما نفس الشيء وتعيش على نجاح الجزء الاول هذا ما احبه. ما عندك شيء هالسنه ارتاح. هل معقوله بس واحد يالف لك؟ في ناس وايد تالف. ما عندك شيء جديد لا تسوي مسرحيه احسن ما انها تعيد وتسلق. عرفت يعني نسبه كبيره يعني بيت مسكون نقول الجزء الثاني كانت حلوه. ممكن تقولي ليش كانت الثانيه حلوه؟ والله الجزء الثاني كان حلو. ممكن تقولي ليش؟ اذا انت شاطر قولي ليش. انا اقول لك ليش. امانه ما اذكرها بس انا حضرتها ترى صحيح حضرتها وكنت حاضرها بس قاعد بالسطر الثاني. يعني مستحيل انسى الشكل المرحوم غانم الصالح. انا ممكن اقول لك ليش. قول لي ليش. انا اقول لك طبعا الاولى ما نتكلم عنها لان الاولى براند خالصين منها. فالاولى ما نتكلم عنها خلاص نتخطاها. ابي الثانيه فيها انتصار الشراح. انت نسيت النقطه هذه صح؟ لا مو نسيتها بس ما كان اهم لان انتصار الشراح ثقيله لها وزن على المسرح ثقيله مو فنانه عاديه. انا لو بيدي اسوي لها حلقه خاصه لان هذه انسانه استثنائيه. بيدك احنا مسوي لها حلقه خاصه وقاعد تحرق باذن الله ان شاء الله لها حلقه خاصه وتستاهل. هذا اقل شيء نقدم لها حلقه ترى. اقل شيء رحمه الله عليها يا جماعه استثنائيه بكل شيء خاصه بالخط الكوميدي. حاولوا يقلدونها بالكويت حاولوا وايد مو شويه للحين ما زالوا يحاولون مثل منو مو قادرين مثل منو حتى لو اقولها ما راح تنحط لان انا عندي مونتاج مسرحك جريء. قول منو مثل منو راح اقول تو يوت علي قول وقطيتني الفقره قلت يلا قول مثل منو راح اقولهم كلهم لا بس اشيلهم من المونتاج. ابي واحده ابي تقول واحده. لا ما اقدر اقول فوايد يحاولوا يقلدونها وايد يحاولوا يقلدونها وما زالوا غير موضوع ما يقدرون. انتصار الشراح وحده بالمسرح وبالفن بشكل عام. فانا بالنسبه لي نجاح الثانيه جزء كبير منه ينسب الى انتصار الشراح. بس انت لو تشوف الاولى الثانيه الثالثه الرابعه ما لها داعي يعني هي واحده وخلاص يعني ليش تسوي كل الاجزاء هذه؟ سمعنا ان في رابعه هالسنه. الثالثه اقل مسرحيه ان شاء الله. سمعنا ان في رابعه هالسنه وان شاء الله ما يكون كلام ان شاء الله. لا حتى لو تكون نفس الفكره بس على الاقل غير الاسم. ترى هم نسوي مسلسل البيت المسكون. عدل انا غلطان في مسلسل ما شفته. لا كان في مسلسل انا ما شفته للامانه لانه خلاص اكتفيت من بيت مسكون. يعني انا وجه تحيه حق الاستاذ هدى حسين الليله والذيب مسرحيه واحده. وهم عندي انتقاد ثاني بس اللي هو بعطيك المايك هالمره. شوف اشوف انت بتورطني مع الناس انا عارف من جايب حلقه بتورطني. قلت لي اول حلقه قلت لي انت من جايب حلقه بتورطني مسرحك جريء ورطني خلينا نقول اسامي. هذا الانتقاد خايس ما راح اقوله. ما تقول اسامي والله قاعد راح اقوله. ما تقول اسم انا بقول لا راح اقول اسم. كل الاسماء اللي بمخك اعرفها كامله. تدرون منو اللي يقصد توم ساعه؟ كل الاسماء اللي تعرفها كلها اسماء منو اللي تقصدها منور. عندي انتقاد على شخصيه عبيد. انت عندك انتقاد على شخصيه عبيد؟ والله راح تاخذ مني المايك. عيان شكل اعرفك مأذيتك الشخصيه صح ولا لا؟ مثل ما قال سلطان طبعا هو انتقاده على الاجزاء المتكرره اللي هو 1 2 3. لو هم على شخصيه عبيد بس ادري ان انت بقلبك كلام ودك تقوله بزياده على شخصيه عبيد. روح انت تدري في قلبي كلام ودي اقوله نفسها عبد الكريم هذه ها اي زين. على تحيه حق سمعه. زين طبعا انتقادي للاستاذ
عبد العزيز المسلم رسمي. وجه تحية، أتمنى يتقبل مني انتقاد بصدر رحب. شخصية عبيد كافي. الله يستر. شخصية عبيد كافي، شخصية عبيد كافي، وشخصية عبيد كافي. ليش؟ أنا أقول لك ليش قلتها وايد. شخصية عبيد بيت المسكون، شخصية عبيد بهلو بانكوك، شخصية عبيد بفريج سويلح فيها من روحه، شخصية عبيد خيان رايح جاي، شخصية عبيد بصفات انذار. خلاص عبيد طبعا أتمنى بالتجنيد. مسرحية كاملة. شخصية عبيد في التجنيد. صح، شو راح أنبالي هذه. أوكي. فشخصية عبيد في التجنيد، فخلاص أنت فنان خطير ومخرج خطير جدا بالمجال الفني وما حد يختلف على الشيء هذا، لكن تكرار الشخصية شيء مزعج. أنا بالنسبة لي شخصيا شنو أكثر شخصية أكرهها بحياتي؟ اللمبي. يمكن الناس أنا راح أقولها اللمبي. لا يفكرون، أنا أقول لك والله اللمبي. أدري في ناس انصدموا إنه اللمبي، لا أنت دمك ثقيل عيل. اللمبي أكثر شخصية أكرهها بحياتي. السبب التكرار. خلاص اللمبي عنده كم 6000 فيلم كلهم اللمبي 8 جيجا، اللمبي بالبحر، اللمبي ما يضحك. لا شوف رايك، خلى عندي خطه هنا باللوحه مالتك. لا يا جماعه ما يضحك اللمبي، ما يضحك، مو شخصي ما يضحك اللمبي. بالك اللمبي 8 جيجا، اللمبي في البحر، اللمبي اكس، اللمبي ما يضحك اللمبي. ثواني سالفه ان اللمبي كرر وايد صح، اللمبي سوى اشياء وايد صح، عادل شخصيه زاد على اللزوم صح، بس ما يضحك لا. جدا اختلف معاك جدا. اللمبي الجزء الاول سبب نقله وكان من اكثر الافلام مبيعا بمصر، مو هني مصر. واللمبي الثاني هم وعوكل لا كل فيلم انتقلنا من المسلم حق اللمبي صح؟ لا انت جبتها لنا. انا قاعد اعطيهم مثال يعني ريفرنس حق الموضوع. شو السالفه؟ اي شيء نقول احنا نقول اوكي لا يا ايوه تعليقات يا جماعه، خلكم من تكرار اللمبي. بالنهايه لو اختلاف الاذواق ما يصير، لو اختلاف الاذواق لبارة السلع. فانا ذوقي اللمبي ما يضحكني. انا ذوقي واقول لك عبد الرحمن العقل ما يعرف يمثل. فيك خير اقولها، قلتها توني صدق والله. حطها بالمونتاج، حطها. اقدر اقولها ولا لا؟ ما اقدر. ليش؟ في حد معين لاراء الشخصيه، في اراء ترى اللمبي انا اعتقد اللمبي مو محمد سعد شخصيه. اي شخصيه انتقدت محمد سعد. اي لا اللمبي ما يضحك. لا شخصيه اللمبي ما تضحك. اي وايد شفتها ما تضحك. لا مو ما في فيلم حقه، في فيلم حق محمد سعد بلش الفيلم دراما. الحين قاعد اكلمك جد صدق والله. ما يضحكني. ما يضحكني. مثل ما قلنا اللمبي ما يضحكني. فشخصيه عبيد لو كانت مختلفه او على الاقل اسمها ثاني، نغير اسمها على الاقل ممكن تمشي. بس عبيد نقول شغله، هي شخصيه حلوه. لا ايش حلوه؟ شخصيه عبيد حلوه بس مشكلتها براند تكررها وايد. هي صارت براند ترى. عبيد شخصيه ترى وايد مميزه حلوه. امسك بطنك هلا بانك، بس تكرارها كان مزعج حق عيني. حتى عبيد بالتجنيد امسك بطنك حلوه شخصيه بس مشكلتها انها كررها بكذا مسرحيه. لو مخليها بروحها بس حق الكوميديا مو بالرعب كان صارت تمام السالفه. اي يعني لو كانت الشخصيه هذه مالت عبيد لو كانت بس موجوده ببيت المسكون، مبروك انت فزت باقوى شخصيات بمسرح من الاخر، يعني من اقوى شخصيات المسرح. حتى بيت المسكون المفروض تكون موجوده قويه. هلو بانكوك وقطع. انا حبيتها اكثر بيت المسكون، يمكن عشان كذي كررها. انت حبيتها بهلو بانكوك، انا حبيتها بيت مسكون، غيري حبها بيت تجنيد، غيري حبها بخيان رايح جاي. كل واحد حبها بمكان، يمكن ما ادري. انا بالنسبه لي ان تكرارها كان مزعج حق عيني يعني. لا تعليق ان شاء الله. وكنا موجوده الحين بعد بش اسمه بيت مسكون رابع ان شاء الله. ما في بيت مسكون رابع اصلا. لا والله كنا فيه. حاب تضيف شيء زياده ولا نختم بصروح؟ قبل لا نختم عندي شيء لازم اقدمه حق الجمهور. غير صوره غانم صالح ممكن اقوم اقدمه حق الجمهور. كان بكل اغراضك ليش روح. لا للامانه في شيء من زمان ودي اسويه انا. في شيء الامانه يعني في شيء كان من زمان ودي اسويه. سحر؟ لا سحر سوينا حلقه طافت. سوينا سحر واختربت الحلقه. مبروك يعني من قوه السحر اختربت الحلقه. زين ذكرى الله. ففي شيء زمان كان ودي فيه من زمان انه يصير بالكويت. شنو هو؟ يعني اخواننا بالسعوديه سووه اللي هو احنا الحين ما سوينا. والله حمسني. شنو هو؟ وين بتروح؟ بروح الحمام. عادي اي احد يسوي عادي ايدي يسوي مرحاض يسوي عادي الكويت غير الكويت السعوديه عادي موجود. اي احد يروح الحمام موجود كل دول. اسكم الله طبعا اسكم الله.
كان ودي بيوم من الايام يكون عندنا مهرجان ذات مستوى عالي وعالمي مثل اللي قاعد يصير بالسعوديه جوي اووردز. الله يهنيهم ان شاء الله. الله يهنيهم ويزيدهم ان شاء الله. وباقي دول الخليج يقدم فيه جائزه الاوسكار، حتى لو كانت شرفيه. حرام عندنا هالكميه من النجوم، احنا ديره الفن والثقافه، حرام عندنا هالنجوم وما يستلمون جائزه الاوسكار. مثل منو؟ فانا من خلال هذا البرنامج ومن خلال الشاشه هذه باسمي وباسم باسمي انا بعد الفنانين، باسم القائمين على البرنامج احنا والكواليس، باسم جميع القائمين على البرنامج اللي هم خلف الكالوس اللي هو محد، اللي انا وياك بس، نقدم هذه الجائزه اللي هي الاوسكار حق الفنان الراحل غانم الصالح. ضروري اذكرهم ولا لا؟ شنو؟ قولها انت. اي لا تنسون لايك والشير والسبسكرايب، او لا تنسون لايك والشير والسبرايت على قولت بنتي. الله يحفظها. بس طولنا توصي على شيء. يلا سلامتك. توصوا على شيء. مع السلامه. مع السلامه يا شباب. كات كله يشيله بعدين المونتاج. هذا الميزه هذه الميزه للمونتاج. تيجي تحطوه راح اشيلهم. ندخل اليوم على محاورنا. يلا جو هيد. يلا على طول. اي الانترو بس قبل محاورنا. لا هذا مو الانترو. الانترو اي وقت. الانترو والله. اهلا وسهلا فيكم. اخلص في مدرستنا نحييكم. خلاص العقل. خلاص ابو خالد. تكفى كلمه والله ما اقدر. قاعد يطابش ما اقدر الا خلاص دق عليه. تكفى يا القدير. خلص الحلقه ودق عليه مسرح الراب ابو خالد. شوف والله طلعت هذا كتب كومنت. شنو هذا؟ راح اطبعه. ايه راح اعلقه هني. مو تقول لي مو حلوه الخلفيه. والله العظيم والله ما راح تعلقه. ليش؟ ما راح تعلقه هني. عبد الرحمن عقل. ونعم حط صورتك. ايش حق تعلق تحط كومنت هني؟ خلاص شنو خلاص ما يخرع. الحلقه اللي حط صورته تحتها الكومنت. شو السالفه؟ الحلقه الجايه راح احط صورته. هذا بنر. احط البنر هني. تعليق انا كيفي. انا يعني لي يا اخي ايش تبي انت؟ مو كيف نص بالنص قاطين بالسيدي. مو كيف. خلاص انت اخذ النص هذا. اخذ النص هذا. حط اللي تبي. حط هذا النص بحط فيه العقل. كيفك. حط هناك. من تبي داود حسين؟ تبي داود حسين؟ حط هناك. تدري يعني عشان يعرفون داود حسين. عشان الناس يعرفون. نعلق ابو حسين نص بالنص. نحطها بالعرض والله. حط النص هذاك داود حسين. وهني عبد الرحمن العقل. لا تناقشني. خلاص انتهى الموضوع. والله ايش رايك اثنينهم يجونا ضيوف نفس الوقت؟ ضيوف؟ اخر حلقه هذه اخر حلقه نسكر البرنامج. يا تسولف على الفيلم يا تعطيني النهايه ونخلص. قاعد اقول لك القصه. لا تمدح لي يا تعطيني النهايه. لا لازم تفهمون يا جماعه. اللي يقول النهايه معناته حرق الفيلم، معناته ما راح اشوفه. ايش حقه قايل لي؟ ليش قايل لي على الفيلم؟ والله مره ياني هذه برا النص شيء يقول لي تيمور شفيقه. ايه شوف يدري. لحين يدري في فيلم اسمه تيمور وشفيقه ويتزوجون اخر شيء. اي سنه الفيلم هذا؟ قبل 2008. ليش قايل لي امدح الفيلم واسكت؟ وقتها ما كان قبل الفيلم سولف لي شو كنت مشتط يجيب لقطه بالنص. زين تبي نرجع لحظه شنو؟ لحظه شنو؟ شنو هالصوت؟ صوت تكييف عادي. حيل عادي تكييف. انت خفت. تكييف عادي. بس الراب ماكو شيء عادي. واصوات جديده. لا عادي وقاعدين تحت بالسرداب. اي لا اي ما حد يدري. شوي زين ما قلت لي وصل ابي لقطه ما تنساها حصلت لك وانت تحضر مسرحيات المسلم. الله. غير ان احنا كل عيد اول يوم نحضر حق المسلم وتلثم وتنام. خلها ما حد يدري عنه. ليش تقولها؟ ما ادري. ليش تقولها؟ هو ما شاف لك ولا مسرحيه تقريبا. من القادسيه لغرناطه. صح اخر مره شفنا مسرحيه غرناطه. قاعد تسولف عنه. الولد يتعوض والزوجة تتعوض بس الاخو ما يتعوض. يا ابو خلف ما يتعوض. يا ابو صلاح ما حد غيرك يستحق الجائزه هذه. بس لما تطلع من ليفربول. تبي ناسي الباسورد. زين يا ناسي روحي. اسمع
قلوبهم سوداء اخر شيء اصلا